موعد عيد الفطر 2022 في السعودية. عطلة عيد الفطر من أكثر المواضيع شيوعًا التي تحتلها فهرس البحث جوجل. هو السؤال عن موعد أول أيام عيد الفطر 2022 في المملكة العربية السعودية، حيث تفصلنا أيام قليلة عن عيد الفطر ونبدأ بتوديع شهر رمضان المبارك بالحزن والأسى، ولكن في نفس الوقت نسعد بذلك. نستقبل العيد، نتقدم بالتهنئة والتهنئة لأقاربنا وأصدقائنا ونزور بعضنا البعض، وسنقوم بتوضيح كل ما يتعلق بعيد الفطر المبارك في جميع قطاعات المملكة العربية السعودية. توقعت الأبحاث الفلكية في المملكة العربية السعودية عن موعد أول أيام عيد الفطر، لكنهم ينتظرون رؤية الهلال، وهي الرؤية المؤكدة التي ستتضح بالتأكيد اليوم، حيث توقع بحث فلكي أن يكون أول أيام عيد الفطر يوم الاثنين 2 مايو 2022، وسيكون الأول من شوال في التقويم الهجري. يستمر العيد 3 أيام، ويستمر حتى الأربعاء 4 مايو من العام نفسه في معظم الدول العربية الإسلامية. أعلن البنك المركزي للمملكة العربية السعودية عن موعد إجازة عيد الفطر للبنوك، والتي تبدأ في 28 أبريل وتستمر حتى 8 مايو 2022، أي أن تستمر العطلة 11 يومًا. أكد ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أن عطلة المدارس والجامعات تستمر لمدة 15 يومًا، تبدأ من 21 من أبريل الموافق 20 من رمضان، وتستمر حتى 8 من مايو الموافق 7 من شوال 1443. من المقرر أن تبدأ إجازة عيد الفطر للقطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية في 30 رمضان 1443 هجرية الموافق للتقويم الميلادي الأول في مايو 2022، وتستمر العطلة حتى 4 من مايو وهو آخر أيام عيد الفطر، ويبدأ العمل بعد عطلة نهاية الأسبوع الرسمية.